Hello everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع حلقة جديدة من حلقاتنا في لينجو لايت. الحلقة الأولى واللي فاتت الكلام كان تقيل شوية ودسم. الحلقة النهاردة خفيفة مفيدة جدا لولادنا في المراحل التمهيدية والمراحل الابتدائية، ومفيدة لنا كلنا إن شاء الله إن احنا نتعرف على the parts of speech. the parts of speech يعني أجزاء أو أنواع الكلام. يعني باختصار الكلمة اللي عيني هتقع عليها وأنا بقرأ إنجليش ممكن تكون إيه؟ البارت اوف سبيتش ممكن يكون noun يعني اسم، ممكن يكون اسم شخص زي أحمد، محمد، علي، خالد. ممكن يكون اسم مكان زي كايرو، إيجيبت، سعودي أرابيا. ممكن يكون اسم شيء معين، a book, a pen, a car, an animal. ممكن يكون an elephant, a cat، إلى آخر الأسماء اللي حواليا ممكن أشوفها وأحددها. التاني نوع من أنواع البارز اوف سبيتش ممكن يكون a verb يعني فعل. والفعل ده يعني إيه؟ الفعل هو الأكشن، هو الكلمة اللي محتاجة power to be done، اللي محتاجة مجهود عشان تتعمل. ممكن تكون زي مثلا study، ممكن تكون go، ممكن يكون watch، ممكن يكون walk، ممكن يكون talk، listen، إلى آخر الverbs اللي ممكن أو الأكشنز اللي ممكن إن إحنا نعملها عن طريق مجهود. طبعا في نوع آخر من أنواع الverbs زي مثلا am is are was and were، زي مثلا do does and did، إلى آخر الأفعال. نوع آخر من أنواع الأفعال مش محتاجة مجهود، ما هيش أكشن. نوع آخر من أنواع البارز اوف سبيتش وهو الادجectives، الصفات. الصفات يعني إيه؟ هي كلمة used to describe the noun، هي كلمة بتستخدم عشان نوصف بيها الاسم. أنا محتاج أوصف الولد هذا فبقول إن هو he is tall، محتاج أوصف البنت دي فبقول إن هي she is short، محتاج أوصف الشهر أو الوقت اللي إحنا فيه فبقول إن هو it's cold، إلى آخر adjectives، الصفات اللي ممكن تستخدم، خلي بالك to describe a noun. نوع آخر من أنواع ال parts of speech وهي ال adverbs. ال adverbs الأحوال. والأحوال يعني إيه؟ هي طبعا كلمة a word used to describe the verb. a word used to describe the verb. ما تنساش وما تتلخبطش ما بين الصفات والأحوال. الأحوال used to describe the verb، بنستخدمها نوصف بيها الفعل ده بيحصل ازاي. الولد ده بيجري quickly or slowly. السيارة هذه بتمشي quickly or slowly. مثلا الأحوال، الفعل ده بيحصل ازاي. البارز اوف سبيتش نوع اخر من انواع البارز اوف سبيتش ممكن يكون مثلا بروناون، ممكن يكون بروناون، وده نوع مهم وموضوع كبير ممكن ان احنا نفرد له حلقه كامله. البروناون يعني الضمائر. وباختصار الضمير يعني ايه؟ الضمير هو كلمه بتحل محل الاسم الصريح اللي موجود في الجمله. بدل ما اقول احمد اقول هي، بدل ما اقول مثلا حفصه اقول شي، بدل ما اتكلم على السيارة فبقول car اقول it، وهكذا. ضمائر كتير وانواع منها كتير ممكن زي ما قلنا نتكلم عنها فيما هو قادم. نوع اخير معانا في البارز اوف سبيتش وهو اسمه interconjunctions. الانتركونجكشنز يعني الكلمات المعبرة عن التعجب. والكلمات هذه مش لازم تكون عنصر اساسي في الجملة، وانما ممكن تكون استخدمها فجأة عشان اعبر عن حدث حصل قدامي فجأة، زي مثلا واو، أبس، أنو، أوتش، إلى آخر الكلمات اللي ممكن تستخدم للتعبير عن التعجب. يا رب تكون حلقتنا النهارده ما طولناش عليكم، كلام خفيف وسهل جدا، ولكن مهم عشان ان احنا نميز بين البارتس اوف سبيتش وان احنا نستخدمه عشان نكون جملة بشكل سلس وبشكل مظبوط. لا تنسى ورد القرآن، صلاة التراويح أهم من كل حاجة. استغل رمضان أفضل استغلال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مع حلقة جديدة من حلقاتنا في لينجو لايت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.